مرحبا أصدقائي. تصريحات خطيرة تهز العالم من المحامي اللاعب المغربي أشرف حكيمي، وتكشف مفاجأة صادمة عن الفتاة الفرنسية التي تتهم أشرف حكيمي بالاغتصاب. شاهد ماذا قالت. أولا، وإذا كنت تتفق بأن أشرف حكيمي ضحية مؤامرة، يرجى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك، ولا تنسى الصلاة على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. يواجه اللاعب المغربي أشرف حكيمي تهمة خطيرة قد تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات، وذلك بعد توريطه في قضية اغتصاب فتاة فرنسية تبلغ من العمر 24 سنة، وكان قد دعاها إلى منزله بعد التواصل معها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي. تقول الفتاة التي تتهم أشرف حكيمي: لقد ذهبت إلى منزل أشرف حكيمي بدعوة منه على متن سيارة كان قد طلبها لتوصيلي. وتقول أيضا أن الأمور خرجت عن السيطرة في منزله، وتمكنت من تحرير نفسي منه، واتصلت بصديقتي فجاءت لرؤيتي. أما الأمر الخطير الذي هز العالم هو التصريح الذي كشفته كولين محامية أشرف حكيمي، أن الفتاة الفرنسية ترفض الخضوع لأي فحص طبي ونفسي، كما أنها رفضت مواجهة أشرف حكيمي. وتقول أيضا أن الاتهامات موجهة لموكلي لا تستند سوى على ادعاءات فارغة. وفي النهاية، إذا كنت تتفق بأن أشرف حكيمي ضحية مؤامرة، فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلك كل جديدنا.